بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن وضع الإخوان المسلمين الآن مختلف كثيرا من دولة إلى دولة. في بلدنا الأم في مصر الوضع سيء جدا جدا ويسوء كل يوم بوجود هذا السيسي واستمرار هذا الانقلاب العسكري في مكانه، حتى وصل الأمر بعموم المصريين. كل الشعب المصري الآن أنه أصبح في حالة من الكرب والظلم والتسلط من العسكر، شيء لا يصدقه عقل. الآن في مصر حملات اعتقال هائلة طالت مئات الناس، وصلت إلى آلاف الناس في كل محافظات مصر. لماذا؟ لأن السيسي يتحسب لمجيء الرئيس الأمريكي الجديد بايدن، فإذا طلب منه إخراج الناس من السجون يفرج عن هؤلاء الناس، لأن هؤلاء الناس أبرياء تماما، لا علاقة لهم بالإخوان، لا دخل لهم بما يحدث من أعمال سياسية، لا اهتمام لهم بالسياسة على الإطلاق، وبالتالي سوف يخرج هؤلاء الناس. ثم إن السيسي يتحسب ل 25 يناير القادم، ذكرى الثورة. لماذا؟ لأن هذه هي الذكرى العاشرة. الذكرى العاشرة تعمل يعني إحساس جديد عند المصريين، وبالتالي هو يخشى أن يحدث شيء في أيام الثورة القادمة، فيقبض على هؤلاء الشباب حتى يطمئن إلى إخماد روح الحماسة عند عموم الشعب. الوضع في السجون سيء جدا جدا جدا، المعاملات سيئة للغاية، تسلط ضباط الشرطة وضباط الأمن الوطني على المسجونين يزداد ضراوة، سوء معاملة، سوء تقديم طعام، لا توجد أدوية على الإطلاق، لا يوجد أي شيء لعزلهم عن مرض الكورونا، حتى أن معظم المساجين في مصر مرضوا بالكورونا بالفعل يعني، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نرى أن عدد الموتى في داخل السجون في هذا العام 2020 يزداد كثيرا عن الأعوام السابقة. عموم الشعب المصري في حالة كرب شديدة، ويتمنى أن ينفجر ويخرج ضد هؤلاء العسكر، ولكن العسكر يحكمون الآن بالحديد والنار، يعلموا تماما أن هذا الشعب لو خرج هي نهايتهم، وبالتالي يدافعون عن حياتهم هم، عن رقابهم هم ضد الشعب المصري. يتعاملون مع الصهاينة، يتعاملون مع كل من يتعامل مع الصهاينة، سواء كانوا إماراتيين أو سعوديين أو سودانيين أو مغاربة أو ما إلى ذلك. كل من يتعامل مع الصهاينة يتعامل مع الشعب الانقلاب العسكري في مصر. قهر الشعب المصري بدأت تستشعر به أوروبا، وهم يخافون تماما لو انفجر الشعب المصري أن تصبح مصر مثل سوريا. سوريا تم تشريد قرابة 12 مليون سوري من سوريا، منهم ما يزيد عن 5 مليون خرجوا إلى أوروبا. هؤلاء أحدثوا يعني شيء ذعر في أوروبا. الإسلام قادم، الإسلام قادم، وطلبوا من تركيا أن تستوعبهم وأن تأخذهم عندها. تركيا الآن عندها أكثر من 4 ملايين تركي، ولكن أوروبا ضاقت بهؤلاء السوريين، ويخشوا أن تنفجر مصر فينطلق المصريون عن طريق البحر إلى جنوب أوروبا ويملأوا أوروبا كما ملأها السوريين. وبالتالي هم يخافوا جدا 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 مما يحدث من السيسي تجاه شعب مصر. صعدت قضية روجيني الإيطالي، الطالب الإيطالي الذي تم قتله في القاهرة منذ 4 سنوات، والبرلمان الإيطالي طالب من حكومته قطع العلاقات مع مصر وإيقاف تصدير الأسلحة إلى مصر. البرلمان الأوروبي تبنى هذه القضية وطلب من مصر تسليم الضباط ال4 المطلوبين في هذه القضية، ولكن مصر تمتنع. لماذا؟ لأن هؤلاء الضباط ال4 هم أحد أعوان السيسي أو بعض أعوان السيسي، وبالتالي لن يسلمهم. ستصبح هناك عقوبات على مصر في تصدير السلاح، في المعونات، في الدعم، في التعامل. حتى وجدنا أن ماكرون رئيس فرنسا الذي استقبل السيسي منذ أسابيع قليلة هو الآن في حالة خزي، لأنه استقبل أكبر ديكتاتور في الوطن العربي عنده في فرنسا. هو كان يدعم نفسه بعد الإساءة إلى سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ومقاطعة البضائع الفرنسية وخروج الرئيس أردوغان في مواجهته، فلم يجد أن شيء يدعم نفسه به أكثر من السيسي. السيسي رئيس مصر، أكبر دولة عربية،
وبالتالي استقبله بترحيب شديد. أعطاه جائزة يعني قيمة في فرنسا. على ماذا؟ لا أعرف. على قتل شعبه، على إهانة شعبه، على تدمير شعبه، لا أعرف لماذا أخذها. مجرد أن وأخفى ذلك عن الشعب الفرنسي، ولكن المصريين نشروها مفتخرين. فرنسا أعطت السيسي هذا النشان، وبالتالي مجرد أن علم هذا فإذا بالشعب الإيطالي يتقدم منه حتى الآن 7 أفراد يسلموا نفس هذه الجائزة التي أخذوها منذ عشرات السنين إلى السفارة الفرنسية في روما. يقول لهم: نحن لا نريد جائزة أعطتها فرنسا إلى هذا السيسي، هذا ديكتاتور مجرم قاتل ظالم، نحن لا نأخذ مثل هذه الجائزة. ردوها إلى السفارة الفرنسية، فكان خزي شديد جدا إلى ماكرون. هذا حال الشعب المصري الآن تجاه السيسي وأعماله في مصر. شعب على وشك الانفجار. الصحف الإسرائيلية تتحدث عن أن الربيع العربي لم ينتهي، وأن ثورات الربيع العربي قادمة، وفي المرة القادمة لن تبقي أحد من هؤلاء الظلمة. في المرة الأولى تعاملت معهم يعني بنسيان المواقف ببعض المحاكمات، لكن المرة القادمة لا نعرف كيف ستتعامل الشعوب مع هؤلاء الظالمين أصحاب الانقلاب العسكري الذين قضوا على كل شيء ونهبوا كل شيء وسرقوا الشعب المصري تماما وكبلوه بالديون. الشعب المصري الآن عليه 123 مليار دولار، لا نعرف متى يمكن أن يسدوا. الشعب المصري الآن لا يجد رغيف العيش، مجرد العيش لا يجد الشعب المصري الآن. لماذا؟ من سياسات السيسي القاتلة. في نفس الوقت الذي يهدم فيه بيوت الناس، يهدم فيه كل من لا يدفع له الأتاوى المطلوبة، فهو يبني السجون ويبني القصور، قصور له ولأولاده ولزوجته ولمعاونيه، والسجون للإخوان المسلمين وللشعب المصري. لم يبني مدرسة واحدة، لم يبني مستشفى واحد. انظر إلى هذا الفارق. انظر إلى تركيا، كل يوم تجد الرئيس أردوغان يفتتح مشروع جديد من أجل خدمة الشعب وخدمة الناس. الرجل هناك كل ما يعمله يعمل عاصمة جديدة اسمها العاصمة الإدارية، كلفت الدولة حتى الآن فوق 20 مليار دولار. مصر لا تمتلك هذه القدرة ولا هذه الرفاهية أن تبني عاصمة إدارية. ماذا في هذه العاصمة؟ مطارات خاصة، أنفاق خاصة، أسوار هائلة بارتفاعات هائلة حتى لا يدخل أحد أفراد الشعب إلى هذا المكان. هذا المكان سيخصص للسيسي وأعوانه. أسأل الله عز وجل ألا يتمتعوا به لحظة واحدة، لأنهم يريدوا أن يختفوا عن الشعب ويجعلوا الجيش في مواجهة الشعب، والجيش يقتل الشعب حتى يخمدوا هذا الشعب وثورات الشعب إلى ما شاء الله. لكن رغم كل هذه القسوة وكل هذه الشدة، الشعب المصري يعني شعب مسلم، شعب طيب، يعرف وضع هؤلاء المجرمين. ظن في الأول أن هذا السيسي يعني قد يكون خيرا عليه، فأيقن الآن أنه وبالا عليه، وبالتالي هو يريد التخلص منه تماما. أيام السيسي في الحكم معدودة تماما. هو عنده انتخابات في العام 2022، لكن لا أظن أنه سيجدد له. لا الجيش يريده، ولا الشعب يريده، ولا الإمارات تريده، ولا السعودية تريده. فقط الذي يريده هي إسرائيل، لأن إسرائيل وجدت في السيسي ما لم تجده في أي حاكم آخر. حسني مبارك كان يعطي إسرائيل، أو كان عند إسرائيل يعني مفتاح استراتيجي للعلاقة مع المصريين والعرب. هذا السيسي فاق كل شيء وتقدم إلى اليهود بكل ما يملك من إمكانيات هائلة وضعها تحت أيديهم، من مياه النيل. يعني أثيوبيا تمنع المياه ولن تفرج عنها لمصر إلا إذا فتحناها إلى إسرائيل، شيء لا يصدقه عقل. هو تنازل عن تيران وصنافير حتى يسمح للسفن الإسرائيلية أن تمر عبر مضيق تيران. فعل جرائم هائلة في حق الشعب المصري. بالرغم من ذلك فإن دعوة الإسلام لا زالت قائمة، رغم أن هناك علماء كثيرين يقفون مع السيسي بالباطل ويعلمون أنهم في طريق الباطل، لكن أنهم يخشون بطش هذا السيسي وهذا النظام العسكري. هو يضع الآن جنرال من المخابرات في كل جهاز في الدولة، في كل صحيفة في الدولة. كل صحيفة
عليها لواء مخابرات، جنرال مخابرات. كل جهاز في الدولة عليه رجال مخابرات. أصبحت الدولة دولة عسكرية تماما. هذا هو الوضع في مصر الآن. الإخوان انتشروا في كثير من الدول، يمارسوا الدعوة إلى الله عز وجل بكل حرية وطلاقة في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي كل البلاد. التضييق عليهم فقط في البلاد العربية أساسا، في الإمارات، في السعودية، في باقي البلاد العربية، وفي تركيا مثلا يعني يعلمون الناس القرآن واللغة العربية وأمور الدين من خلال جمعيات تم افتتاحها طبقا للقانون التركي هنا في تركيا، وتعمل في وضح النهار على أمام الحكومة وأمام الشعب لتعليم الناس أمر دينهم. في أوروبا كذلك هناك جمعيات أسست طبقا لأحكام القانون، كل في دولته تمارس الدعوة إلى الله، لكن يحدث تضييق من النظم التي تتجه الاتجاه اليميني، من اليمين المتطرف، مثل ما حدث في الأشهر الأخيرة في النمسا أو في التشيك أو في المجر، وما فعله ماكرون في فرنسا، وادعى أن من الحرية ترك الناس تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خسر خسائر فادحة الآن، حتى أن الصناعة الفرنسية تأثرت تأثر بالغ بمقاطعة المسلمين لها على مستوى العالم، وهناك مشاكل ضخمة سوف تنتج عنه في العام القادم نتيجة مقاطعة المسلمين للبضائع الفرنسية. هذا هو الوضع الحالي، وما نتوقعه في المستقبل القريب أن الشعوب العربية سوف تنتفض ضد حكامها. يعني لن يستطيع كل هذه الشعوب أن ينتظروا أفعال الحكام مهما أوتوا من قوة. ستحدث بحور من الدم في مصر، ستحدث قتل شديد في باقي البلاد العربية، ولكن هذا هو قدرنا، ولا بد من الثورة ضد هؤلاء الظالمين مهما بلغ بهم جبروتهم وقوتهم.